السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنعمل مع بعض عظمة. هنعمل احلى عيش فينو بدون اضافة لبن ولا بيض ولا زبدة. بجد الطريقة سهلة جدا، عيش فينو اقتصادي وفي نفس الوقت طعمه يجنن، احلى مليون مرة من اللي بنشتريه من بره. نفس الطريقة، بس بجد يعني كفاية ان هو مالي نفسه، يعني تاخدي الرغيف كده تحس ان انت كلتي وشبعتي، غير اللي بنجيبه من بره خالص. اهم حاجة خليكم معايا لحد اخر الفيديو علشان في اضافة هنضيفها للفينو هتخلي طعمه جميل جدا وهتعوض كل الاضافات اللي احنا لغيناها. يلا بينا كده نشوف الطريقة مع بعض. هنسمي بقى بسم الله ونقول دلوقتي المقادير معانا هنقولها كده واحنا شغالين. انا حطيت في البولة هنا ربع كوباية من المية، حطيت عليها معلقة كبيرة مليانة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، وهبتدي ادوبهم مع بعض. وهركنها شوية لاني انا مش متأكدة، انا هعمل تيست للخميرة بتاعتي لان ده كان كيس مركون عندي ومش متأكدة من جودته او الصلاحية بتاعته. فانت لو متأكدة مليون في المية من الخميرة بتاعتك هتضيفي السكر والخميرة على الدقيق على طول. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدمي اي نوع انت حباه. طبعا نخلته كويس، حطيت عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الملح وثلاث معالق كبار من الزيت، زيت نباتي عادي. تمام، هبتدي بقى دلوقتي اقلب كده كله مع بعضه. هخلي بس الزيت اللي انا حطيته يعني يدخل في الدقيق كله عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات عندي. هقلبهم كده كويس بكف ايدي زي ما انتم شايفين. اتاكد بس كده ان الزيت دخل في كل الدقيق، وبعد كده الخميره اهي تمام، يعني الحمد لله طلعت معايا تمام ومظبوطه. هبتدي دلوقتي احطها على الدقيق. طيب انا كنت محضره كوبايه وربع من الميه، انا حطيت الربع كوبايه بس مع الخميره، ودلوقتي معايا الكوبايه. هبتدي دلوقتي احط شويه بشويه. سامحوني لو انا هجيب تفاصيل العجينه كلها، لان نجاح الفينو هي العجينه بتاعتها. اهم حاجه ان انت لازم تحطي الميه حبه بحبه، حتى لو انت عارفه ان الدقيق لسه محتاج ميه، برضو تحطي حبه بحبه، شويه بشويه كده. ده بيخلي العجينه تعمل معانا عرق، وبتكون برضو بعد كده بتخلي الفينو يطلع معانا يعني ناجح كده وكويس. دلوقتي انا خلصت الكوبايه وحسيت ان خلاص الدقيق بتاعي لسه محتاج تاني ميه. هبتدي دلوقتي اجيب كمان نص كوبايه من الميه. طبعا الميه تكون دافيه معانا او فتره، ما تبقاش سخنه، يعني الجو حر اصلا. ابتديت بقى دلوقتي، هي خدت مني كده حوالي، يعني النص كوبايه دي خدت مني كمان حوالي ربع بس كوبايه. يعني انا كل اللي استخدمته في الدقيق بتاعي، كل اللي هو احتاجه كوبايه ونص من الميه. تمام كده. هبدا دلوقتي اعجن كويس. احنا عايزين العجينه تكون بتلزق كده في الايد، شايفينها طريه ازاي؟ طريه، مع انها طريه وبتلزق في الايد لكن هي يعني ناشفه في ايدي، مش بعجنها بسهوله. عشان كده خدت كمان حوالي معلقه كده من الميه وحطيتها، وابتدي اعجن بقى كده. خلاص هاخدها بقى كده على الرخامه واعجنها بقى كويس عشان اقدر اتملك فيها. كل ما كانت عجينه الفينو طريه معاكي كل ما اديت الجوده احسن. هبتدي بقى دلوقتي اعجنها كده كويس جدا وقلبت فيها زي ما انتم شايفين. الخطوات دي مهمه جدا لنجاح الفينو. بصوا العجينه بتلزق ازاي في الايد، احنا عايزينها كده. هي هتبتدي تنعم معانا دلوقتي، ولما تبتدي تنعم هتبقى بتلزق بس كده خفيف، يعني مش جامده قوي. انا عجنتها كده شويه حلوين كده محترمين. هبتدي دلوقتي ارجعها تاني في البوله واحط عليها معلقه كبيره من الزيت. اضافه الزيت يعني اضافه معلقه من الزيت في اخر العجن او في الاخر خالص بتخلي بتخلي العجينه معانا او الفينو بعد كده بيبقى مورق كده من جوه وجميل. طبعا في البدايه كده اول ما بحط الزيت بحس ان العجينه اتقطعت كده او اتفتفتت معايا، مفيش اي مشاكل خالص، اوعي تزوديها اي حاجه. وابتدي قلبي لحد ما الزيت يختفي خالص في العجينه. خلاص كده هي بقت ناعمه جدا معايا، وبرده بتلزق في الايد بس بسيط جدا. دهنت كده البوله خفيف من الزيت، ودهنت كده العجينه. وهبتدي بقى دلوقتي اغطيها كويس واحطها في مكان دافي. هي خدت معايا حوالي، يعني في الحر دوت ما كملتش نص ساعه وكانت اختمرت.
ممكن معلقة الزيت الأخيرة اللي احنا حطيناها دي ممكن تضيفي بدلها مكعب من الزبدة لو انت حابة ان تخلي القيمة الغذائية بتاعة الفينو اعلى شوية، لو متوفرة عندك يعني. تمام كده خلاص العجينة اهي اختمرت معايا. هبتدي دلوقتي افضي منها كل الهواء اللي فيها، ودي برضو خطوة مهمة جدا. كل خطوة يا جماعة بنعملها في الفينو مهمة جدا، ما تستهونوش بيها. دلوقتي بقى هعملها العجينة طرية جدا جدا معايا وزي الملبن وجميلة قوي. قطعت كده عملتها رول وقطعتها، انا قطعتها في الاول على 10 قطع، بعد كده حسيت ان هي كبيرة شوية فصغرتهم شوية، عملوا معايا حوالي 13 قطعة، يعني عملوا معايا 13 صباع من الفينو. انت كوري بقى هنا في الوقت ده، الحاجة دي ترجع لك انت. عايزة رغيف الفينو كبير هتقطعي الحجم كبير، عايزاه صغير هتقطعي الحجم صغير شوية. طبعا بعد ما بنقطعهم كده وبنكورهم كويس بنغطيهم طبعا علشان الوش بتاعهم ما ينشفش ويشقق معانا، ولازم نسيبهم كده حوالي 10 دقايق او 5 دقايق كمان، لان الجو حر جدا، كفاية قوي 5 دقايق. انا هنا كنت بعدهم عملوا معايا 13 قطعة من العجين. ضروري بقى ان احنا نغطيهم كده كويس، وهسيبهم بس 5 دقايق بس العجينة ترتاح، وبعد كده ابتدي افرد فيها على طول. هاخد بقى كده اول واحدة انا عملتها وابتدي افرد. هتفردي بقى بايدك او بالنشابة، مفيش اي مشكلة خالص. العجينة ما شاء الله طرية جدا معايا ومش محتاجة نشابة خالص، يعني انا فردت واحدة بس كده بالنشابة وبعد كده لقيتها مش مستاهلة وكملت انا بايدي. طيب هنفردها كده على شكل بيضاوي، وبعد كده هنبرم ونضغط ونبرم ونضغط، ولازم نضغط كده علشان بعد كده لما الفينو يختمر او يخمر الحاجات دي كلها ما تفتحش معايا. طيب انا وانا بفرد كده لقيت العجينه وانا ببرمها لقيتها لازقه جدا معايا وانا شغاله، فدلوقتي انا دهنت خفيف جدا كده من الزيت تحت العجينه وانا بفردها. كتريش زيت علشان العجين بعد كده ما يفردش معاكي، يعني ما يفرش، ما يبقاش مفروش كده. بصوا دهنه خفيفه جدا، وهبتدي دلوقتي افردها على شكل بيضاوي. انا هنا يعني فردت بالنشابه وبعد كده لقيتها مش مستاهله، العجينه ما شاء الله طريه وزي معايا وزي الفل، فمش مستاهله خالص اني انا افرد بالنشابه. لازم اقفلها بقى كويس جدا من الجناب ومن فوق، وطبعا بحطها في الصينيه، القفله دي هي اللي بتكون من تحت. بصوا بدهن دهنه خفيفه جدا لدرجه اني انا بعوص ايدي بس من الصينيه اللي انا برص فيها، لان طبعا دهناها بالزيت، ويعني بدهن كده، يعني مش عايزه زيت كتير. عملتها اهي على شكل بيضاوي، وبعد كده ببرم وبقفل. لازم تضغطي كده وتقفلي علشان الرغيف بعد كده لما يختمر ما يفتحش معاكي ويبقى فيه فراغات من جوه. وهبتدي اقفل كويس من الجناب ومن فوق، واسوي كده رغيف الفينو معايا او العجينه وابتدي ارصها. طبعا لازم نسيب مسافات زي ما انتم شايفين كده عشان حجمه بيزيد، وكمان لازم نرصه بطريقه مظبوطه علشان يعني الشكل بتاعه هو اللي انت هترصيه بيه هو اللي هيطلع بيه بعد التسويه. طيب انا هركنهم بقى دلوقتي لحد كده ما يختمروا معايا وحجمهم يزيد. ادي اول صينيه اختمرت معايا. هبتدي بقى دلوقتي ادهن كده وشها بالحليب. طبعا انا في الوقت ده كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200، شغاله الفرن من تحت بس، وهحط الصينيه على الشبكه في النص. ما بياخدش اي وقت خالص، هو 10 دقايق. انا اول صينيه ديت اهي طلعتها، شغلت عليها الشوايه خدت لون كده من على الوش، لكن الصينيه التانية انا ما شغلتش عليها الشوايه، كان لونها خفيف شويه. اول ما بيطلع طبعا بيبقى الوش بتاعه ناشف، بغطيه كده بفوطه مبلوله ميه تكون يعني معصوره كويس جدا، يعني لو عندك بخاخ بقى نضيف هتبخيه كده وبعد كده تغطيه، بخيه بالميه، بخيه الفينو بالميه وبعد كده تغطيه. طيب هنا بقى الاضافه اللي خلت طعم الفينو راح في حته تانية خالص وكان طعمه بجد تحفه. انا دهنته كده بسمنه بلدي، سيحت السمنه البلدي كده على النار، هي معلقه سمنه بلدي واحده بس وكانت اقل كمان، ودهنت الوش بتاعه بعد ما برد. بصوا عايزه اوريكم بس الرغيف من جوه عامل ازاي، تحفه والله العظيم، جميل جدا بجد. وكمان طعم السمنه البلدي فيه اللي انا حطيتها من على الوش، اولا اديت له لمعه كده حلوه كان شكله حلو، ثانيا اديت له طعم حلو زي ما يكون عاملينه اصلا بالسمنه البلدي. بجد الفينو كان تحفه جدا. تقدري برضو تحطي عليه قطعه زبده وهو سخن كده، تمشي عليه قطعه من الزبده، بجد هيفرق معاكي في الطعم كتير قوي. مش متوفر عندك وما عندكيش مفيش اي مشاكل خالص، هو بجد طعمه حلو قوي من غير اي حاجه خالص. كفايه ان هو مشبع، وكفايه ان انت عاملاه بايدك في البيت، ولا في بقى محسنات ولا في اي حاجه من الحاجات اللي بيحطوها في الفرن ديت. بجد بجد تحفه جدا، موفر واقتصادي
وهشه خفيف وزي القطن من جوه وطري زي ما انتم شايفين كده. اتمنى النهارده الطريقه تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تقوموا حالا لو عندكم شويه دقيق تقوموا تجربوه وتعملوه عشان انا متاكده ان هو هيعجبكم. ولو في اي استفسار او اي سؤال ابعتولي، اكتبولي في الكومنتات، انا برد على اي حد بيسالني على اي حاجه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.